السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في 3 حاجات مهمين لازم تعملهم، وهم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعل الجرس طبعا عشان يوصل لك كل جديد. نسيبنا بقى من كل ده وندخل في المهم. الموضوع بقى اللي عايز اكلمك عنه النهارده هو موضوع سهل وبسيط جدا، بس في معظم الناس مش عارفه الحل بتاعه، او مش عارفه ان هي ازاي مثلا تحط صورتها على السمارت ووتش بتاعتها، اذا كانت بقى من الحاجات اللي هي يعني الفئه القليله زي مثلا الاف تي 80 الاف تي 30 مثلا الاف تي 50 تي 5 اس تي 500 تي 55. الحاجات دي كل ده كده في الاساس واحد. يعني مثلا لما يجي حد يسالني ويقول لي اجيب الاف تي 80 ولا الاف تي 30 ولا اشوف التي 5 اس يكون احسن، طبعا الرد بتاعي بيكون كلهم واحد، لان فعلا اختلاف بس الاسامي او اختلاف العلب، بس الفكره ان هم كلهم امكانيات واحده. فالنهارده بقى معانا الاف تي 30 هنتكلم بس عن الابلكيشن بتاعها اللي هو هيرفاين، وازاي مثلا ان انت تعمل صورتك خلفيه، او ان انت تظبط الوقت بتاعها، مثلا تشوف الاشعارات، الحاجات اللي هي كل ما يخص الابلكيشن اللي هو هيرفاين. اول حاجه بس عايز اكلمك عنها بره كل اللي احنا بنتكلم فيه ده هو الشاحن اللي قدامك ده. الشاحن ده اللي هو مشبك قدامك زي ما انت شايف كده. الشاحن ده مهم جدا ان انت ممكن تشحن عليه اي نوع فعلا بيتشحن باللي هو السنتين دول. الشاحن ده ممتاز جدا. وبصراحه بقى لو هو ما بيجيبش معاك مثلا الساعه كده، لو هي الساعه بتركب كده ما جابتش معاك، ممكن ان انت تركبه بالشكل ده. الشكل اللي انت شايفه ده كده هيركب معاك ويشحن كمان. وعشان ما يضحكش عليك الشاحن ده ما تدفعش فيه اكتر من 50 جنيه. نمسك طبعا التليفون بتاعنا ونفتح ابلكيشن هيرفاين اللي هو قدامك ده. اول ما تفتح طبعا هتلاقي الواجهه اللي هي قدامك دي، وطبعا اعلانات كتيره. بس الفكره ان احنا عايزين نروح على كلمه لي اللي هي قدامك دي مكتوبه مش عارف ليه كده. عندك مثلا انا مسجل مصطفى العجمي فوق اهو. انت طبعا مش لازم ان انت تسجل حاجه زي كده، بس انت الاحسن ان انت تسجل بالجيميل بتاعك مثلا فيسبوك ايا كان. عامه هتدوس طبعا على جهاز البحث، هتدوس على كده. طبعا الساعه عامه بتكون مفتوح البلوتوث بتاعها، يعني هي دايما مفتوح، فما تقلقش وتقول لي ازاي افتح مثلا البلوتوث في الساعه. فنستنى كده وطبعا هيبان قدامك. انا عندي هنا التي 5 اس والهيرفاين، طبعا اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي اف 30 بتكون هيرفاين. هتدوس عليها زي كده. سمعت انت الشويه دول؟ هي هنا بتطلب ان احنا نعمل ارتباط بيها، ندوس اوكي. من غير كده هي مش هترتبط خالص. طبعا هي خلاص كده تمام ماشي. اول حاجه طبعا الاعدادات اللي قدامك دي، كل الاعدادات دي شغاله معاك 100 100 مفيش مشكله. معاك عندك الاهتزاز، توفير الطاقه، طبعا اللغه، ودي حاجه كويسه جدا ان اللغه بتاعتها فيها اللغه عربيه. طبعا وقت نظام التزامن ده مهم جدا معاك عشان بيجدد لك كل شويه. يعني مثلا هي لو انت قفلت البلوتوث بتاعك وهي مثلا غيرت حاجه، بتدوس على وقت تنظيم وقت نظام التزامن، بتظبط معاك من جديد. ودي طبعا اعدادات كلها بالعربي فسهل ان انت تعرفها. نرجع لورا كده مثلا ودوس على مشاهدات الواجهه. دي شغلانتها ان انت تحط صورتك خلفيه. فاحنا نجرب برضو، انا حطيت قبل كده صوره، فهنجرب نعمل صوره تانية. نعمل اختيار صوره زي كده ايا كان، بس ما تكونش صوره جودتها عاليه قوي او ما تكونش حجمها كبير عشان طبعا تستحمل. ندوس مثلا كده ماشي اوكي. بيقول لك انت ممكن تستخدم تشوف انت هتحط الوقت ده فين، ممكن تغير اللون بتاعه. طبعا اي لون، عندك الوان كتيره جدا، فخلينا في الاصفر مثلا وندوس على الصح اللي فوق دي. انت كده خلاص تمام وكل حاجه وعدد الخطوات واللون. ندوس على كلمه تطبيق. طبعا هيبان قدامك ان هو هنا بيحمل. وفي الساعه هنا برضو لو بصينا هتلاقي عليها سهم كده برضو ان هي خلاص يعني بتستقبل. هتسيبها شويه كده لحد ما تبعت. غريبه ما خدتش وقت طويل وبصراحه اشتغلت على طول. بس انا عايز اوريك بقى الجوده، يعني جوده الصوره نفسها تحكم عليك في كل حاجه. يعني مثلا الصوره جايه معاك مش جايه هنا، يعني انا كده هوريها لك عامه، بس ايه تشوف مثلا الجوده بتاعتها. هي الصوره عامه جت. المهم ان احنا بنتكلم عن الصوره اللي انت عايز تحط صوره، طبعا دي براحتك، انت ممكن تغير فيها اللي انت عايزه. نرجع ورا بس في الابلكيشن بتاعنا. طبعا هدف الخطوه ده مش تبعنا، غير الخلفيه ده موضوع او اتنين. دي حاجه الشكل اللي بيظهر في الخلفيه عندك بره. ندوس ماشي مفيش مشكله. احنا مش عايزين كل ده. اللي هو اللون الغامق اللي هو الليلي والنهاري ده بالنسبه لنا مش فرق اي حاجه خالص. ندوس على سجل الهاتف. دي حاجه انت ممكن تضيفها، يعني مثلا انت ممكن تضيف ارقام معينه تظهر معاك على الشاشه هنا ان فلان الفلاني بيرن مثلا. انت بتحدد لك اكتر حاجه تقريبا 8. نيجي مثلا عند حمايه الخلفيه، ودي طبعا مش مع كل الساعات دي معظمها مش هيشتغل عليها النظام ده. فنرجع مثلا كده
وطبعا اداره سلطه النظام دي مش تبعنا، وكلمه حاول دي يعني بيكلمك عن الابلكيشن نفسه وبس. احنا كده تقريبا عرفنا كل حاجه، وعندك طبعا الشحن بتاعها مكتوب فوق وكلمه متصل والنظام اللي انت عايزه. ممكن نغير خلفيه نرجعها واحد تاني عشان انا بصراحه اللون الابيض كويس. وتقريبا مفيش حاجه تاني ممكن اتكلم عنها في الابلكيشن ده طبعا. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنساش بلايك او اشتراك في القناه وتفعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. عندك طبعا اي سؤال او اي مشكله انت واجهتها في السمارت ووتش دي او اي سمارت ووتش تانية، اكتبها لي طبعا في التعليقات. وعندك لينك الانستجرام، لينك الفيسبوك، وعندك طبعا ممكن الواتس موجود عندك برضو لو انت عايز اي حاجه تكلمني على طول. وعايزك تدعمني بكلمه حلوه عشان الحاجات دي بتشجعني. واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.